عصام العباري. انطلقت مسيرة التنمية بمدينة سمارة بعيد طرد المستعمر الذي لم يترك وراءه سوى هذه المنازل التي ما زالت شاهدة على من مروا من هنا. اليوم المدينة تشهد نهضة تنموية من خلال مشاريع التأهيل الحضري بإنشاء مرافق وبنيات تحتية مهمة غيرت معالم المدينة وأعطتها بعدا تنافسيا مع باقي المدن المغربية. اليوم سمارة أصبحت مدينة تناهز المدن الكبرى، حيث أصبحت تتوفر على بنية تحتية لا بأس بها، شبكة طرقية تتجاوز 50 كيلومتر، وربط الكهرباء والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 100%، ومشاريع مهمة على سبيل المثال الملعب المعشوشب، قاعة مقطات. سمارة تتوفر على أكبر مسجد في الجنوب. القطاع الصحي عرف النصيب الأوفر من هذه المشاريع التنموية، وذلك بإعادة تهيئة وتوسعة المستشفى الاستشفائي الإقليمي بمبلغ يناهز 21 مليار درهم في انتظار الشطر الثالث. إلى جانب ذلك تم إنشاء 7 مراكز صحية في وقت كان لا يتعدى عدد المراكز الصحية الواحد، واقع انعكس بشكل إيجابي على المواطن. بالنسبة لقطاع السمارة شهد مجموعة من التطورات منذ استرجاع إقليم السمارة إلى حظيرة الوطن. يكفي أن نعلم أن سنة 1975 عند خروج الاستعمار الإسباني كانت مدينة سمارة توفر على مركز صحي واحد اللي كان يشتغل كمستشفى وكمركز صحي. الآن الحمد لله نحن نتوفر على مركز استشفائي إقليمي بمعايير وطنية وجيدة، نتوفر على 7 مراكز صحية حضرية وقروية، نتوفر على مركز لتصفية الدم، نتوفر على عيادة لطب الأسنان. يعني أن من حيث البنية التحتية يمكن القول أن الإقليم الحمد لله يمشي في الطريق الصحيح. دابا الحمد لله السبيطار نقية، كيدخلوا الناس بالنظام وكيخرجوا بالنظام، ما كانش بحال هكا في الأول. المهم داكشي تبدل بزاف. المدينة على موعد مع انطلاق برنامج التأهيل الحضري 2015-2018، والذي يضع ضمن أولوياته القضاء على دور الصفيح بعدما تم تهيئ بقع أرضية للمستفيدين. وبمناسبة ذكرى 40 للمسيرة الخضراء نستحضر اليوم